السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني وحشتوني. من ليلة راس السنة، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى انا واخداكم في مكان تحفة، يعني في مكان هو طبعا مش لكل الناس، يعني للناس اللي زي الناس الحلوين اللي عندهم كراسي متحركة وما بيقدروش يمشوا. انا كان الكرسي بتاعي كان عنده مشكلة كبيرة جدا يا جماعة، وبقالي سنة مش عارفة اصلحه، وسنة الكرسي بتاعي مركون في قلب البيت، لحد ما ولاد الحلال دلوني على الباش مهندس عم حسين. الباش مهندس عم حسين. انا حابه اقول لك عم حسين لان فيها صله قرابه، والله حسيت ان المكان مكاني والناس اخواتي وانا في مكاني بجد. هعرفكم على عم حسين يا جماعه. اي حد عنده كرسي متحرك، كرسي بالكهرباء، عنده مشكله جامده جدا جدا، لازم يجي لعم حسين. هقول لكم العنوان، ممكن يا احمد تقول لنا العنوان؟ 3 شارع أولاد قاعود. 3 شارع ايه؟ فيصل، شارع كعبيش، 3 شارع أولاد قاعود. زي ما سمير بيقول كده، فيصل شارع كعبيش، 3 شارع أولاد قاعود. 3 شارع أولاد قاعود. في شارع دلوقتي بقى معانا التليفون. شركة الاتحادية للصيانة. أيوة، شركة الاتحادية للصيانة الكراسي المتحركة. موجود الموقع بتاعها على الفيس. وموجود موقعها على الفيس. تليفونك ايه يا احمد؟ 011 لا انت استنى، انا هخليك انت اللي تقول بقى للناس. معانا بقى احمد اهو، باشمهندس احمد، ده كهرباء كراسي، انما الالكترونيك بقى والفن كله الباشمهندس حسين، عم حسين سوري. قول لي بقى العنوان. 11 50 35 30 20. ده التليفون. اي حد يا جماعه يتصل بيهم وكمان يتابعوه لحد ما يوصلوا. الصفحه موجوده على الفيسبوك الاتحاديه للصيانه. ايوه، والعنوان قولوا تاني. باشمهندس حسين ومهندس 010 تليفون عم حسين اهو. 010 90 42 52 58. بصوا بقى، والله العظيم ايديه تتلف في حرير، والله الله يكرمك على قد ما انت بتساعد الناس التعبانين، وربنا يسعدك. يعني انا يمكن ما خرجتش من سنة عشان الكرسي هو اللي بيخرجني بره البيت، فربنا يكرمك يا حبيبي يا رب. وقول لي بقى الكرسي بتاعي بقى كان الحاجات اللي انت بتشتغلها ايه؟ يعني الناس اللي الاعطال ايه اللي عندك؟ كان عيب في الجويستيك طبعا، ده كان فيه حاجات الكترونيه، قطعه الكترونيه طبعا تصلح وتغير اللازم فيه، واتعمل واشتغل تمام 100%. وعندي كمان الفيش اللي كان في المواتير دي، طبعا احنا عملناها وصلناها دايركت، لان الفيشه كل شويه ما ينزل عليها ميه ولا بتعمل وكانت بالكهرباء. ايوه، كربون، وتعمل ماس في الكرسي والحاجات زي كده. أيوة. فدي شلناها وشغلنا الكرسي تمام 100%، والبطاريات بس اللي عايزه شحن، فدي هتتشحن تاخد يوم لما تشحن. طب الاعطال بقى يا عم حسين اللي انت بتصلحها في الكراسي، الشغل بتاعك متخصص في ايه؟ موتور، جرابوكس، جيوستيك اللي هو الدراع، الكنترول عامه في الكرسي. حتى لو في مشكله في الشاسيه نفسه احنا بنعملها، عايز فرش بنعمله. على فكره النهارده لقيته بيصمم مواسير حديد لكرسي جاي له من السودان عشان يحييه، والله يعني راح للحام والحداد وصمم ده. بصوا صمم المقص بتاع الكرسي نفسه كان مكسور، فده بص عمل له عموله. الله اكبر عليك يا عم حسين، ربنا يكرمك. وعلى فكره يا جماعه كمان بيصلحوا بارخص الاسعار، ناس عندهم ذمه قوي قوي وضمير، وبيحاولوا يساعدوا. بصوا هم بيشتغلوا كمان لوجه الله، يعني يمكن هو بيساهم انه يشغل حاجه، حتى لو انت عايز تشتري كرسي لباباك لحد مريض عندك، هو ممكن تجيله هو يدلك كمان. بص الكرسي الجميل ده عنده كراسي جديدة، ويدلك عن النوع الحلو اللي ما يخربش عندك. يعني انا مثلا كنت عايزة ابيع الكرسي بتاعي واجيب واحد جديد، قال لي الكرسي بتاعك دلوقتي ثمنه 35,000، فالكرسي بتاعك امتن من الجديد. فهو عنده النصيحة لوجه الله، وربنا يكرمه يا رب في صحته وفي عافيته ويشفي كل الناس يا رب.
واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع مكان جديد باذن الله.